في إطار الاحتفال باليوم الوطني للشهيد، نظمت سيدي يعقوب على رأسها رئيس البلدية السيد كنوس محمد دورة جهوية للدراجات لولاية سيدي بلعباس تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للدراجات، حيث شارك في هذه التظاهرة الرياضية أكثر من 7 ولايات في الغرب الجزائري. الحماية المدنية والمصالح الصحية كلكم مشكورين على المساهمة في إنجاح هذا الحدث الذي أقيم بمناسبة يوم عزيز وغالي على الوطن. جماعة على كل حال رجالا ونساء رانا محتفلين بيوم الشهيد باش ما ننسوش قدسية هذا اليوم وما ننسوش الأمانة تاع الشهداء. لولاهم ما كنا مجتمعين اليوم في هذا الجو الأخوي. هذه الدورة التي نظمتها رابطة الدراجات الهوائية لولاية سيدي بلعباس بالتنسيق مع بلدية سيدي يعقوب. طبعا الحدث كان بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، وقد عرف إقبالا ومشاركة قياسية نظير الحضور القوي لدراجي الغرب الجزائري. 9 ولايات من غرب الجزائري كانت حاضرة وسط إقبال جماهيري من مواطني بلدية سيدي يعقوب وتنظيم جد محكم. بالمناسبة أتقدم بالتشكرات للمصالح الأمنية التي سهلت لنا مسار الدراجات وأمنت الطريق بصفة تامة. كما لا يفوتني أن أشكر كل المواطنين الذين شاركونا من أجل إنجاح هذا الحدث، وكل إطارات وموظفي بلدية سيدي يعقوب، بداية من أصغر عامل في البلدية إلى أول مسؤول عن البلدية. أشكركم جميعا. كانت دورة ناجحة، بارك الله في الجميع. اختتمت بمأدبة إفطار على شرف الضيوف في مقر سكناي بحضور نواب البلدية. اليوم رانا في احتفالا باليوم الوطني للشهيد. ارتعينا، الرابطة ارتعيت بس تدير الحدث هذا الرياضي بأن نحتفلوا بشهدائنا الأبرار في بلدية سيدي يعقوب. طبعا بلدية سيدي يعقوب بلدية رياضية ما يخفاش عليكم، وكانت نظمت عدة أحداث، واليوم راها في الرياضة مع الدراجة الصغيرة. اليوم كان هذا سباق جدي حضروا فيه كل ولايات الغرب. 8 ولايات كانوا حاضرين معنا، تقريبا 100 دراج كانوا حاضرين معنا. حمو ماريا، وهران، جيت من وهران، مرتبة الثانية. الحمد لله جيت في بلعباس. أنا بومجوجات أنس، نسكن في ولاية وهران.